سلام معاكم هبة. اليوم جبت لكم اروع وابن واخف غوسات تاع سوفلي تقدروا تسيوها. هاد لي سوفلي يجوا مقطنين خفاف بنان، تاكلوا منهم ما تاكلوا وما تشموهمش، تلموا لي جو يقطروا كطير بالبنه ومفرمجين وبزاف بنان. عندي هنايا غيسيبيون حطيت فيه 2 كيسان تاع حليب يكون دافي. هنايا لازم الحليب يكون دافي. غادي نزيدوا معاه 2 معالق كبار تاع خميره الخبز، 2 معالق كبار تاع السكر، ونزيدوا 2 كيسان تاع الفرينه. هنايا الكاس اللي نكيلو به الحليب نكملوا نكيلو به الفرينه والمكونات الاخرين. بعد ما زدنا الفرينه غادي نحكم دروك فوي ونخلط غايه الفرينه مع هذاك الحليب وكاع حتى نشوفهم تخلطوا لي غايه. دروك غادي نغطي الريسيبيون تاعي ونخليهم يخمروا حوالي 10 دقائق. انا الكوزينه تاعي كانت حاميه بزاف، ميم با 10 دقائق الخليط تاعي خمر. دروك غادي نزيد 2 بياض البيض ونزيد ربع كاس تاع الزيت والملح ونعاود نحكم هذيك الفوي ونخلط كل شيء مع بعض. هنا نشوفوا القوام تاع الخليط بعد ما خمر كيفاش ولا. هنا نخلطوا غايه بالفوي هكا باش هذاك الحليب والخميره وكاع يتخلطوا مليح مع هذاك بياض البيض والزيت وكاع. هنا بعد ما تخلطوا غايه ونسجموا كاع مع بعض غادي نبدا نلم بالفرينه ونزيد نص مغرف صغيره تاع خميره الحلويات اللي غادي تمد لي خفه وهشاشه وطراوه بزاف شابين لهاد العجينه. ونبدا نلم في العجينه تاعي، نبدا نزيد في الفرينه غير بشويه، ما نزيدوهاش كاع ضربه واحده هكا باش العجينه تاعنا ما تغلبناش، ونتحكموا في القوام اللي رانا مسحقينه. شوفوا العجينه كيفاش تكون بزاف خفيفه وطريه. دروك غادي نحطها في البلون دو طرافاي وغادي نزيد معاها مغرف صغيره تاع دهان اللي تكون بدرجه حراره الغرفه. هنايا الدهان ما نديروهش بارد باسكو غادي يجي يابس، وكي نجيو نعجنوا العجينه غادي يغبننا. نديروه بدرجه حراره الغرفه هكا باش بالخف الدهان تاعنا يتخلط في وسط هذيك العجينه. هنايا غادي غير تبداو تعجنوا، غادي تشوفوا بلي العجينه بدات تلصق في البلون دو طرافاي وتلصق في يديكم. ما تخافوش، العجينه هنا ما خسرتش. هنايا غير هذاك الدهان راه بدا يطري في ديك العجينه وراه مازال ما دخلش فيها غاية. نبدا هنايا نسعى في ديك العجينه ونبدا نعجن فيها غير بشويه. غادي تشوفوها باللي وحدها غادي تعاود تتماسك وتعاود تشد روحها وحدها وتولي خفيفه اكثر من اللي كانت وطريه اكثر ورطبه وليس. هنايا ما تزيدوش الفرينه في هذه المرحله باسكو غادي تيبسوا العجينه. قعدوا تسحفوا فيها غير بيديكم، عجنوها غايه ودوك تشوفوا كيفاش القوام تاعها وحده غادي يتسقم ويتبدل. شوفوا هنا كيفاش تولي رطبه بزاف وتولي بزاف طريه وخفيفه. شوفوا هنا كان نحط صبعي عليها راها طريه بزاف وخفيفه تحسوها ريشه. دروك هذيك العجينه غادي نقسمها على 2 وكل مورسو غادي نقسمها على 10. هنايا ما خمرت ما والو، ديريكتومون نروح نقسمها. قلت لكم قسمتها على 2 وكل مورسو قسمته على 10، معناتها غادي ندير 20 قطعه تاع عجين. هنايا هذوك لي مورسو تاع العجين غادي نبدا كاع نكور فيهم هكا نعطيهم هذا الشكل. وحكمت هنايا بلا رشيته بالفرينه وستف فيه هذوك الكريات تاع العجين. وهنايا كي تستفوهم خلوا لي سباس ما بين الكره والكره باسكو غادي كي يخمروا غادي كاع ينتفخوا ويضاعف الحجم تاعهم. غادي نحطهم كاع نستفهم في هذاك البلا ودروك غادي نحكم فيه الماليمونتير ونغلف به كاع هذاك البلا. انا كورت كاع هذاك العجين اللي كان عندي وستفته في هذا البلا. دروك نغلفوهم غايه الغايه بالفيلم اليمونتير هكا باش يخمروا لنا في ساعه وباش هذاك العجين يبقى طري وما يديرش هذيك القشره اليابسه اللي تجي من الفوق اللي تخسر لنا العجين. ونخلي العجين تاعي يخمر لو طون اللي نوجد فيه لافارس. انا قلت لكم بلي الكوزينه عندي راهي حاميه بزاف، تسمى هنايا غير بلا ما وجدت لافارس لقيتهم خمروا وانتفخوا. نروح دروك نوجد لافارس. عندي هنايا مقله درت فيها شويه تاع الزيت، حطيت عليها حبه بصل كبيره مرابيه، قليت هذيك البصله كي نشوفها بدات تتكاراميليزا ويتبدل اللون تاعها نزيد عليها كميه تاع لا فيوند هاشي. هنا تنجموا ديروا بولي هاشي، تنجموا ديروا خضره وديروا معاها صوص فرomاجير، تنجموا ديروا كل وحده ودير شي يكون عندها. انا اليوم درت هذه لافارس غير بالبصله والفيوند هاشي، ما بغيتش نزيد معاها خضره ولا ومام لي زيبيس ما غاديش نكثر، غادي ندير غير ملح وشويه تاع الحرور. هذا مكان هكا باش الكفته تبقى محافظه لي على البنه تاعها والبقو تاعها ما يتبدلش. نخلط ونعاود نديهم فوق النار ونخلي هذيك الكفته تتقلى. هنايا كي طابت هذيك الكفته وتقلات، هنايا الكفته ما تديش وقت بزاف، في ساعه تحطوها فوق النار تحركوها تلقوها حمارت وطابت. غادي وهي حاميه غادي نحط عليها مورسو تاع فرماج ونبدا نكرازي في هذاك الفرماج مع هذيك الكفته هكا باش لافارس تاعي ما تجينيش ناشفه. وهذاك الفرماج غادي يعطيها تحسيل ويخلي لافارس تاعنا شغل متماسكه او ميم طون معسله وبنينه وماشي ناشفه.
نخلطه غايه ومن بعد نروح نحكم العجين تاعي اللي ديجا راه خمر. شوفوا العجين كيفاش خمر، انا ما خليتهاش خمر بزاف، غير الوقت اللي رحت وجدت فيه لافاغس وعاودت وليت. شوفوا العجين كيفاش ولا، وشوفوا كيفاش تلاصقوا. سي بور سا قلت لكم خلوا البلاص ما بين الكره والكره هكا باش ما يتلاصقوكمش بزاف ويدخلوا كاع في بعضهم. دروك نبدا نشكل في لي سوفلي تاعي. هنايا رشيت الفارينه في بلون دو طرافاي، حطيت شويه تاع عجين، نزيد نرش فوقها الفارينه، نحلها شويه بالحلال. انا لي سوفلي غادي اليوم نديرهم بهذا الطابع، نجمو ديروهم غير بيديكم تبلعوهم بالفرشاطه ولا ديروا الطابع اللي راكم باغيينه. انا اليوم خدمت بهذا، رشيت فيه شويه تاع فارينه ونحط هذيك العجينه اللي كنت حليتها ونحط لافاغس في الوسط. حطيت شويه تاع كفته وغادي نزيد معاها تاني شويه تاع فخوماج غابي هكا باش لي سوفلي تاعي يجوني مفرمشين وما يجونيش ناشفين. انا كل ما كثرتوا ودرتوا نوعيه مليحه تاع فخوماج غابي كل ما خرجوا لكم لي سوفلي تاعكم بنان. ونبلع هنايا هذاك المول. هنايا هذا المول غادي يعاوني بزاف في الخدمه تاع لي سوفلي، ومام غادي يجوني نبلع عليه هذاك المول ونزيره غايه بيدي ونقلع هذاك العجين الزايد وندير تاني هذاك العجين في الفيلم اليمونتيغ باش ما يبش، ونعاود ندير به تاني هو حبه تاع سوفلي واحده اخرين. هنا غادي غير نحل المول غادي طيح ديك الحبه تاع السوفلي بكل سهوله، ما غادي تلصق ما والو، باسكو قلت لكم رشوا شويه تاع فارينه في هذاك المول غادي الخدمه تجيكم فري سهله. هنايا لافاغس تاع الكفته كملت لي، درت فاغس واحده اخرى، كنت درت طون طوماط رابيت عليه شويه تاع فروماج وزدت خلطتهم كاع مع بعض وزدت درت فروماج هكا مرصويات وبلحت بنفس الطريقه. ثاني غادي الناس اللي تبغي الطون غادي يجوهم بزاف بنان هاد لي سوفلي بالطون. وهنايا استفتهم كاع في البلا اللي غادي نطيب فيه هاد لي سوفلي تاعي، رشيته ثاني بالفارينه هكا باش نضمن بلي ما غاديش يسقوا بعد ما يطيبوا. دهنتهم بصفار البيض اللي كنت خليته من قبل، درت عليه قطره تاع خل، دهنت به هذوك لي سوفلي ودرت فوقهم شويه تاع السانوج. ندخل لي سوفلي تاعي يطيبوا في فوق يكون ديجا حامي من قبل ومشعول، نشعل عليهم من التحت ومن الفوق. من الفوق نقص شويه واللي الفوق تاعها يشعل غير من التحت، غير ما يشعلش من الفوق ومن التحت مع بعض، تشعل عليهم من التحت طيبهم كي تشوفهم باللي حماروا من التحت تعاود تشعل عليهم من الفوق. كي يبدو تحميره هذه الشابه تروحوا تخرجوهم من الفوق. وهذه هي الغوسه تاع اليوم، نتمنى تسيوها وتخلوا لي رايكم فيها في لي كومونتير غادي تعجبكم. دروك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وبقاو على خير.